بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 1/3/2015 تجمع شباب مدينة البيضاء من حراك كلمة حق ومجموعة من نشطاء المدينة. طبعا هم أقل، يعني المجموعة اللي موجودة الآن هم أقل بكثير جدا من المجموعة اللي تكتب على الفيسبوك واللي تطالب بقوة لعودة الدستور 1951. من الناس اللي موجودة ومؤيدة بقوة ورجوع دستور 1951 الآباء المؤسسين لما قاموا بتأسيس الدستور كانت عام 1951 بإنجاز، كان إنجاز كبير جدا، ونحن نطالب بعودة الإنجاز هذه ونرجعوا الدستور 1951. الهدف من ذلك إلغاء شرعية انقلاب 1/9/1969. الهدف بالتأكيد هو العودة للدولة المدنية وعودة المؤسسات لطبيعتها ولعملها. نؤكد أن العمل ميداني، والعمل لن يكون على صفحات الفيسبوك. اللي طالب بالهوية البرقوية حقيقة وطالب بأن تبنى هوية الأمة الليبية صحيحة بشكل صحيح، لابد أن يراعي مكونات المجتمع الليبي ومكونات الأمة الليبية. يجب أن يراعي حقوق الأمازيغ، حقوق التبو، حقوق الطوارق، حقوق الأقليات اللي موجودة في ليبيا، ويجب أن يراعي كل هوية تتكون منها الأمة الليبية. لابد أن نعلم جيدا أن تحقيق النصر لن يكون بالكتابة مقالات على الفيسبوك أبدا. لابد أن ننزل على أرض الواقع، لابد أن نحقق الشيء هذا. نحن ندعم في الجيش ونؤكد على استقلالية المؤسسة العسكرية، ونؤكد أيضا أن تكون المؤسسة العسكرية منعزلة انعزال كامل عن السياسة وعن دعم وعن الاختلاط، عن خلط السياسة بالعمل العسكري. نطالب أيضا كافة قادة المحاور أن يلتزموا بالأوامر العسكرية وأن لا يلتفتوا للفتن التي يسعى إليها بعض المخبطين. نؤكد على بناء دولة حقيقية تكون بدايتها وانطلاقتها من على غرار 1951. تكبير! ما كان الآباء المؤسسين. الله أكبر! الله أكبر! تكبير يا شباب! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تمام؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. المفروض تزيد صلاحيات كاملة، زيادة فريق أول. لا خلاص